تخيل معايا إنك ماشي في الغابة وشفت أسد، بس الأسد ده غريب شوية. أول ما شافك بدل ما يهجم راح جابلك وردة وابتسم وقالك اتفضل يا باشا، لو تحب تاكلني أنا موجود. تفتكر رد فعلك هيكون إيه؟ هل هتحترمه؟ هل هتقول عليه أسد ذوق ومتربي؟ لا طبعا، انت غالبا هتستغرب وتاكله وانت مطمن، لأن الأسد اللي مش بيكشر عن أنيابه بيفقد صفته كأسد وبيتحول لوجبة. أهو ده بالظبط اللي بيحصل معاك لما تبالغ في اللطف، انت بتتحول من شخص ليه هبة لوجبة نفسية للكل. النهاردة احنا جايين نفكك فخ اللطف ونفهم ليه الشخص اللطيف زيادة هو في الحقيقة شخص بيأذي نفسه وبيضحك عليها تحت مسمى الأخلاق. يا سيدي الفاضل، علم النفس بيقول لنا إن إرضاء الناس أو البيبل بليزنج مش جدعنة، ده آلية دفاعية. إحنا كبشر كائنات اجتماعية بالفطرة. زمان في القبيلة البدائية لو الناس غضبت عليك وطردوك من القبيلة ده كان معناه موت محقق، فدماغنا اتبرمجت إن الرفض الاجتماعي بيساوي خطر الموت. عشان كده أول ما تحس إن حد زعلان منك تلاقي ضربات قلبك زادت وبدأت تعرق وعايز تعمل أي حاجة عشان يرضى. ليه؟ لأن عقلك البدائي مفكر إنك لو ما طيبتش خاطره هو هيطردك من القبيلة والنمور هتاكلك بالليل. بس احنا دلوقتي في 2026 مفيش نمور في الشارع، والقبيلة بقت جروب الواتساب أو زمايل المكتب، ومع ذلك لسه بنستخدم نفس الاستراتيجية القديمة. اللطف اللي بتقدمه ده غالبا ما بيكونش نابع من كرم، ده نابع من خوف، خوف من المواجهة، خوف من الوحدة، أو خوف من إنك ما تتشافش شخص كويس. خلينا نحلل فاتورة اللطف اللي انت بتدفعها من غير ما تحس. أول حاجة، تآكل الهوية. لما تكون دايما موافق انت بتلغي وجودك، انت ما بقيتش شخص، انت بقيت مراية للي قدامك. لو هو عايزك يمين بتبقى يمين، لو عايزك شمال بتبقى شمال. مع الوقت انت نفسك بتبطل تعرف انت عايز ايه اللي بيفرحك فعلا وايه اللي بيضايقك. انت بقيت بوفيه مفتوح والناس بتنقي اللي يعجبها منك. تاني حاجة وهي الأخطر، الكورتيزول. لما بتكبت غضبك عشان ما تزعلش حد جسمك بيفهم انك في حالة حرب صامتة. هرمونات التوتر بتعلى وده بيأثر على مناعتك، نومك وتركيزك. الشخص اللي ما بيقولش لأ هو أكتر شخص معرض للاحتراق النفسي أو البيرن اوت. انت بتشيل شيلة مش شيلتك وبتحل مشاكل مش بتاعتك، وفي الآخر لما تقع محدش هيقولك شكرا، الكل هيقول ده كان طيب، يا خسارة. تعال بقى نكسر أسطورة التفوق الأخلاقي. انت فاكر انك بتضحي بنفسك عشان تبقى قديس؟ خليني أقولك إن اللطف الزايد ده نوع من أنواع عدم الأمانة. والله زي ما بكلمك كده، لما حد يطلب منك طلب وانت مش قادر وتقول ماشي وانت من جواك بتغلي، انت هنا بتكذب عليه، انت بتقدم نسخة مزيفة منك. العلاقة اللي ما فيهاش احتكاك هي علاقة ميتة إكلينيكيا. الناس بتحترم الشخص اللي عنده قاع، اللي عنده خط أحمر ما بيسمحش لحد يعديه. عارف مين اللي بيعشقك في الحالة دي؟ المستغلين. في ناس في الدنيا دي عندهم رادار بيشم ريحة الشخص اللطيف من على بعد كيلومترات. دول بقى مصاصين طاقة، هيدخلوا حياتك يشفطوا وقتك ومجهودك، وأول ما تبدأ تتعب أو تقول مش قادر هيحسسوك بالذنب وإنك اتغيرت. دي ديناميكية هوست أند باراسايت، العائل والطفيلي. انت العائل اللي بيقدم الأكل وهم الطفيليات اللي بيكبروا على حساب صحتك النفسية. طيب إزاي نبني الحدود الفولاذية دي من غير ما نتحول لأشرار؟ الموضوع بيبدأ بهندسة القيم. انت لازم تقعد مع نفسك وتعرف ايه هي الكور فاليوز بتاعتك. لو وقتك مع عيلتك هو رقم 1، يبقى أي طلب شغل إضافي في وقت عيلتك لازم يترفض بلا قطع. الحدود مش سجن، الحدود هي الباب اللي بيسمح للناس الصح تدخل وبيمنع الناس الغلط من إنها تقتحم خصوصيتك. علم نفسك فن الاحتكاك المتحكم فيه. ابدأ بكلمة لأ في حاجات صغيرة. السوبر ماركت عرض عليك تاخد لبان بدل الباقي وانت مش عايز، قول له لأ، عايز فلوسي. زميلك عايزك تعمل مصلحة وانت وراك شغل، قول له لأ، مش هقدر المرة دي. في الأول هتحس بوجع في بطنك وتأنيب ضمير، وده طبيعي جدا، دي أعراض انسحاب من إدمان إرضاء الناس. بس مع الوقت العضلة دي هتقوى، ولما تيجي تقول لأ أرجوك بلاش قصص ألف ليلة وليلة. ما تبقاش زي اللي بيعتذر لواحد عشان مش هيعرف يخرج معاه فيقوم قايل له والله أصل ابن خالة مراته جاله دور برد وأنا لازم أروح أوديله شوربة خضار. لأ، مش هقدر المرة دي هي جملة كاملة ومحترمة. كتر التبرير بيخلي اللي قدامك يدور على ثغرة في عذرك عشان يضغط عليك تاني. خليك واضح، مختصر وحازم. اتحول من الرد السلبي للحضور الفاعل. اللطف لازم يكون مكافأة مش وضع افتراضي.
الشخص اللي بيحترم حدودك وبيقدر وقتك ده تديله عينك. أما اللي بيتعامل معاك كأنك تحصيل حاصل أو مضمون ده لازم يشوف الوش التاني، مش وش الشر بل وش الاستحقاق، وش الشخص اللي عارف قيمة نفسه. تخيل نفسك قلعة، القلعة ليها سور وليها حراس. السور ده هو حدودك والحراس هم قيمك. لو السور واقع أي حد هيدخل يسرق الكنوز اللي جوه، لكن لو السور عالي ومنظم الناس هتقف قدام الباب وتخبط بأدب، واللي يدخل هيكون عارف إنه في مكان ليه قوانين. في ال30 يوم الجايين عايزك تطبق بروتوكول القوة العقلية. أولاً استرد أول ساعة في يومك، مفيش موبايل، مفيش رد على رسايل، مفيش طلبات، الساعة دي ليك أنت بس. ثانياً طبق قاعدة ال5 ثواني. قبل ما تقول ماشي على أي طلب عد من 1 ل5. فكر، هل أنا عايز أعمل ده فعلاً ولا خايف أرفض؟ لو الإجابة خايف قول له هفكر وأرد عليك، ما تديش موافقة فورية. ثالثاً واجه صراع واحد على الأقل في الأسبوع، ما تسكتش على حقك، ما تعديش كلمة ضايقتك. جرب تقول أنا مش مسموح لك تتكلم معايا بالطريقة دي، وشوف إزاي الأرض مش هتنشأ وتبلعك، بالعكس هتحس بنشوة القوة لأول مرة. يا صديقي في نهاية المطاف الناس مش بتحب الشخص اللطيف، الناس بتحب الشخص الحقيقي، الشخص اللي عنده موقف، اللي عنده رأي، واللي بيعرف يحمي نفسه. اللطف من غير قوة هو ضعف متغطي بمكياج. القوة النفسية الحقيقية هي إنك تملك الشجاعة إنك تكون مش محبوب من كل الناس في مقابل إنك تكون محترم من نفسك ومن الناس اللي تستحقك بجد. وبس كده يا شباب، ده كان كل اللي عندنا في فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. قول لي رأيك تحت في الكومنتات، ولو عندك أي سؤال سيبهولي وهرد عليك فورا. أشوفكم الفيديو جاي على خير، سلام.